بيبدأ المسلسل مع شيانج وشي العريس والعروسة اللي بيكون النهارده فرحهم أخيرا بعد قصة حب طويلة، وبيكون معاهم كل أهلهم وأصحابهم، وبيكون صحابهم بيهزروا معاهم ومش عايزين العريس يشوف عروسته غير لما يجاوبهم على كام سؤال كده الأول. فبيرد شيانج إنه هيعمل كل اللي هم عايزينه وهيرد على كل حاجة علشان يخلص، وبيسألوه عرف شي إمتى وحبها إزاي، فبيرد إنه شافها من 6 سنين. فبتتنفض شي وبتقول له إنه من 5 سنين بس، لكن هو بيفكرها بأول مرة اتقابلوا، وبنرجع 6 سنين لورا علشان نعرف حكايتهم بالتفصيل. بنشوف شي أيام ما كانت لسه في مدرسة الثانوي، وبيكون اليوم ده عندها امتحان بس متأخرة جدا عليه، وبتجري عشان تلحق، ولما توصل بيسمح لها المدرس انها تدخل تكمل الامتحان مع زمايلها، وفعلا بتدخل تمتحن بسرعة وبتخلص في الوقت كمان لانها بتكون تلميذة شاطرة جدا ومعروفة بذكائها، وهي اصلا بتكون في فصل متفوقين. وبعد كام يوم بيكون يوم ظهور النتيجة، وبيقول لها وان ابن عمها انه يتحداها ان هو اللي هيطلع الاول المرة دي، وبتاخده صاحبتها وبيروح علشان يشوف النتيجة، بس بيلاقوا يشيل الاولى كالعادة، فبيتضايق وان جدا وبيمشي. بعد كده بيتنقل المشهد للفصل، وبنشوف المدرس وهو بيقول لشي انها تبقى المسؤولة عن الفصل، وانها مسؤولة قصاده انها تخلي الطلاب يقولوا قسم الاجتهاد، وكمان هتمسك حضور وغياب كل طلاب الفصل، واللي بيكون منهم بقى بطلنا شيانج اللي مش بيحضر خالص. وبنروح بعد كده على محل انترنت، وبنعرف ان شيانج شغال هناك، وعند شي بتطلب من صاحبتها تساعدها توصل لشيانج، وفعلا بتقدر توصل لمكان شغله، وبتروح هناك، واول ما بتوصل بتلاقي شباب بيضربوا واحد من اللي معاهم في الفصل، وبتحاول تساعده وتدافع عنه. في الوقت ده بيشوفهم شيانج، فبيدخل وبيلم الموضوع وبيحل لهم المشكله. ولما بيحاول تشين انه يشكره، بيقول له شيانج انه مساعدوش لله وللوطن، وانه عايز فلوس مقابل مساعدته ليه. وفي الوقت ده بيتوتر شين لانه مش بيكون معاه فلوس يدفع له، فبتقرر شي انها تدفع وتخلصه من المكان ده. بعد كده بيخرجوا تشين وشي سوا، وبتطلب شي من تشين انه يساعدها علشان يرجعوا شيانج للمدرسه من تاني، وبيروحوا يقطعوا الكهرباء عن المحل. ولما بيخرج شيانج من المحل يشوف فيه ايه، بتدخل شي بسرعه وبتسرق اللاب بتاعه وبتمشي بسرعه. ولما بيرجع شيانج المكان بتاعه مش بيلاقي اللاب، بس بيلاقي مكانه رساله من شي بتقول له فيها ان اللاب معاها، وانه لو عايزه يرجع المدرسه. وتاني يوم في المدرسه بتكون حفله القسم شغاله، وبتطلع شي نيابه عن فصلها وبتقول القسم. وبعد كده بيروح شيانج علشان يتكلم معاها وياخد اللاب بتاعه، وبيدخل معاها الفصل عشان يقدر يكلمها بس مش بيعرف. والحصه بتخلص، فبتقوم شي جري وهو بيقوم وراها، بس بتستخبى شي منه في الحمام، وهو بيفضل واقف قصاد الباب لحد ما تخرج، وبيقول لها انه مش هيسيبها وهيفضل مستنيها ان شاء الله حتى الباب جوه. ولما بتفتح الباب نص فتحه كده علشان تشوفه، بيمسك الباب علشان ياخد منها اللاب، لكنها بتنجح انها تقفله تاني بسرعه. بيفضل واقف هو مستنيها بره شويه لحد ما بتزهق شي من الحبسه، وبتقرر انها تخرج تتكلم معاه. واول ما بتخرج بيشد الدفتر بتاعها منها، ومش بيرضى يديهولها الا لما تديله اللاب. فبتقول له ان اللاب اصلا مش معاها، وانها ادته لمدرس الفصل بتاعه، وهو خده منها وحطه في المكتب بتاعه. بس بيلاقوا كل المكاتب مقفوله، واصلا كل الطلاب كمان مشيوا لان بيكون الوقت اتاخر جدا واليوم الدراسي خلص. فبيمشوا هما كمان، وبيقرروا انهم يرجعوا المدرسه تاني بالليل. وبالليل بيروح شي وشيانج المدرسه، وبيحاولوا يوصلوا المكتب من غير ما الامن ياخد باله، وبيعطل شيانج كل كاميرات المراقبه، وبينجح في انه يفتح المكتب وبيلاقي اللاب بتاعه، وبيفرح جدا وبياخده. وفي الوقت ده بتقول له شي انه خلاص خد اللي يخصه، فيديها دفترها، بس هو بيرفض وبيحطه في مكان عالي عليها، وبيسيبها لوحدها في المكتب وبيخرج. وبتفضل شي تحاول تجيب دفترها، بس للاسف بيدخل رجل الامن المكتب وبيشوفها في الوقت ده. وبعد ما بيلاقيها الامن وبيبلغ مدرس الفصل بيعاقبها المدرس، وبتبقى شي متضايقه جدا من اللي حصل، وبتروح البيت بس بتتفاجئ بالشيانج، وبيكون شكله متغير شويه بسبب انه لابس نظاره وبدله. وبيقول لها انه مش شيانج وان هو اخوه الكبير، بس هي مش بتصدقه، وبتكون متضايقه جدا من اللي عمله معاها، لان مش بس المدرس اللي عاقبها، لا ده كمان مامتها معاقباها بسبب اللي حصل. وبعدها بيقول لها شيانج انهم يتفقوا على حاجه، وهي انهم يدخلوا مسابقه سوا في ماده الرياضيات، ولو شيانج كسب هيساعدها في دراسه الرياضيات وهيخلي مستواها اعلى، في المقابل بقى انها تعامله كمدرس كويس وتحترمه، وتساعده كمان انه يكسب وظيفه معلم الرياضيات الجديد. ولو شي هي اللي كسبت المسابقه هيروح يكلم مامتها ويقول لها كل حاجه، وان شي مش غلطانه ويعتذر لها. وطبعا شي بتوافق، وبتكون متاكده ان هي اللي هتكسب المسابقه دي، لانها عارفه انه خايب وبليد ومش هيعرف يحل اي حاجه ولا يتفوق عليها. لكن لما بتبتدي المسابقه كلنا بنتفاجئ مع شي انه بيحل المساله بثلاث طرق مش بطريقه واحده زيها. وبعد كده بتقرر انهم يتنافسوا بالبازل، وبينجح برضه شيانج انه يرتبها اسرع من شي، وبيكسب المنافسه اللي بينهم. تاني يوم بيروح شيانج المدرسه، وبيدخل الفصل متاخر، وبياخد المدرس باله ان شيانج لابس الزي القديم بتاع المدرسه، فبيعرف انه ما دفعش المصاريف علشان كده ما استلمش الزي الجديد، فبيطلب منه يدفع المصاريف ويستلم الزي الجديد ويلبسه. وبيقول لشي ان هي اللي تبقى المسؤوله قصاده، انها تاخد من شيانج الفلوس وتدفعها. وبعد ما الحصه بتخلص بتطلب شي من شيانج الفلوس، فبيرد انه مش معاه وبيسيبها وبيمشي، وهي بتجري وراه وبتفضل تروح وراه في اي حته يروحها، وتزن عليه انه يدفع المصاريف، بس هو بيرفض وبيقول لها تحل عنه لانه مش هيدفع حاجه. شويه وبيوصل شيانج لمكان شغله، وطبعا شي بتبقى وراه، وبعدين بتقرر انها تهدده، وبتقول له ان لو ما دفعش هتكلم اهله. وقبل ما بيرد عليها موبايله بيرن، فبيتكلم فيه بعيد عنها، وبيستأذن من صاحب الشغل انه يمشي بسرعه. بتقلق شي عليه وبتفضل وراه ومراقباه من غير ما ياخد باله، لحد ما بتلاقيه وصل عند ست عجوزه، وبنعرف انها جدته اللي بيساعدها بالفلوس كل شهر. وفي الوقت ده بتقرر شي انها تدفع الفلوس بداله، وبتروح للمدرس بتاعهم وبتدفع لشيانج مصاريفه. وبعد شويه في الفصل بنلاقي المدرس داخل
داخل وهو متضايق جدا بسبب درجاتهم في الامتحان الاخير، وبيقعد ينصحهم ويحمسهم كمان عشان يهتموا بدراستهم اكتر من كده شويه. وبيكون شيانج معاهم بس مش مركز خالص في الكلام وقاعد ماسك كتاب وبيقرا فيه. وبيروح المدرس وبيسحب الكتاب من ايده وبيديه لشي، واول ما الحصه بتخلص بتخرج شي وبيخرج وراها عشان ياخد منها الكتاب، بس هي مش بترضى تديهوله. واثناء ما هما بيتكلموا تليفونه بيرن وبيرد، وبعدها بيمشي بسرعه فبتقرر انها تروح وراه المره التانيه. ولما بتوصل بتلاقيه بيقابل بنت صغيره ومامتها، والبنوته الصغيره بتشوفها فبيبص لها وبيقول لها انها زميلته وبتديله الكتاب على انها جايه وراه عشان كده. وبتدخل معاهم بعد اصرار من الام وبتقعد تاكل معاهم. وبعد ما بيخلصوا اكل بتقعد الام مع شي يتكلموا سوا شويه. وفي الوقت ده بيكون شيانج بيلعب مع البنت، وبتقول الام لشي ان شيانج ما بداش يتحسن من بعد اللي حصل لعيلته الا لما دخل المدرسه الجديده، وانه بقى سعيد شويه في حياته. ولما بتسالها شي عن اللي حصل لعيلته بترد وبتحكي لها انهم كانوا جيران وان شيانج من عيله غنيه جدا وابوه كان صاحب مصنع كبير. وفي يوم بسبب غلطه واحد من العمال حصل حريق في المصنع وعمال كتير اتصابوا بسببه، وابو شيانج كمان رجله اتحرقت. ومن اليوم ده والديون كترت عليهم قوي، وان شيانج رغم سنه صغير وعليه ديون كمان الا انه بيحاول يساعد عمال كتير. وبعد كده بيمشي شيانج وشي من هناك، واثناء الطريق بيقول لها ان يا ريت يعني تبطل تراقبه وتخليها في نفسها شويه، ومش لازم انها تعرف عنه كل حاجه وتبقى زي باقي زمايله اللي في الفصل. وبيكون متعصب جدا فبتهديه شي وبتقدم له الزي بتاع المدرسه الجديد، واللي بتكون طبعا هي اللي دافعه ثمنه، وبتطلب منه انه يساعدها في الرياضيات وهي هتديله مقابل مادي لده. وبسبب الموضوع ده هيتحول لمدرس خاص ليها وبيوافق هو على عرضها. وبيقرروا انهم يروحوا البيت شي دلوقتي علشان يبداوا اول حصه ويذاكر لها. ولما بيروحوا بنكتشف معاه ان علاقه ابو وام شي مش احسن حاجه ومش مستقره نهائي، وانهم دايما في خناق، لكنه بيكبر مخه ومش بيهتم قوي. وبعد ما بيخلص الحصه بيمشي. وفي الطريق بقى وهو مروح بيقابل شويه شباب كانوا شغالين معاه وليه عندهم فلوس، وبيطلب منهم الفلوس وهم مش بيرضوا. بس بعد وقت بياخد فلوسه وبيمشي. وبيكون وان زميله في الفصل بيشوف اللي بيحصل، ولما بيمشي شيانج بيشوف الشباب وان وبيروحوا عنده وبيضربوه وبياخدوا منه حاجته حتى الكوتشي كمان. بس فجاه بنشوف شيانج اللي بيرجع وبيدافع عن وان وبيضرب الشباب وبيرجع لوان كل حاجاته. ولما بيكون ماشي بيكتشف انهم سرقوا منه الزي بتاعه الجديد اثناء الخناقه. تاني يوم الصبح في المدرسه بيكون في لجنه من اكتر الشخصيات المهمه اللي موجودين اليوم ده علشان يقيموا المدرسه وادائها. واثناء ما بيبقى المدير معاهم بيسمعوا دوشه قصاد البوابه، وبنلاقي الشباب اللي شيانج ضربهم عشان ياخدوا حقهم منه. وبيروح المدير عشان يشوف فيه ايه، وبيقولوا له الشباب ان واحد من مدرستهم هو اللي ضربهم واخد فلوسهم والطالب ده اسمه شيانج. في مكتب مدير المدرسه بقى بيكون شيانج واقف قصاده بعد ما استدعاه، وبيكون المدير متضايق جدا منه بسبب اللي حصل قصاد اللجنه وخايف من تقييمه من المدرسه. وبيزعق لشيانج وبيقول له ان لو تقييم المدرسه جه وحش بسبب اللي حصل بسببه هو هيرفضه. واثناء كلامهم بيدخل وان المكتب وبيقول لهم ان شيانج اتفق مع الشباب دول عشان يسرقوه. وشيانج مش بيبقى مصدق اللي وان بيقوله. في الوقت ده المدير بيتضايق من شيانج اكتر وبيزعق له، وبيحس شيانج انه اتظلم وبيعتذر للمدير وبيخرج. بيروح الفصل تاني وشي وكل زمايلهم بيسالوه عن اللي حصل، بس هو مش بيبقى عايز يرد ولا قادر يرد عليهم. وبيدخل وان عليهم في الوقت ده وبيقول له يمشي علشان سمعه المدرسه وانه اذاهم. فبيتعصب شيانج عليه جدا لانه بسبب كذبه ممكن يترفض من المدرسه، وبيسيبه وبيمشي. اليوم اللي بعده بقى بالليل بتروح شي شغله بس مش بتلاقيه. واثناء ما بتسال عليه بتشوف الشباب اللي جم المدرسه وبيقول لها الناس انهم تبع راجل عصابه كبير، وان احتمال كبير يكونوا قبضوا على شيانج لانه ما ظهرش من امبارح ومحدش خالص يعرف طريقه، وهو ما كلمش حد ولا حتى خد اجازه. بتمشي شي وبتقرر انها تروح عند راجل العصابه علشان تطمن على شيانج وتعرف هو هناك ولا لا. وبعد ما بتمشي بيجي شيانج وبيشوف زمايله اللي بيحكوا له ان شي جت هنا وسالت عليه كتير، وكمان خدت عنوان راجل العصابه وغالبا هتروح له. فبيقوم شيانج يجري عشان يلحقها قبل ما يحصل لها اي حاجه. وبيوصل فعلا هناك وبيلاقيها وبيتكلم مع راجل العصابه اللي بيقول له انه بيعتذر عن اللي رجالته عملوه معاه، وانه هيبعت حد يحل المشكله اللي حصلت في المدرسه بسببهم، وانه ما يقلقش ابدا. وبياخد شيانج شي وبيخرجوا من المكان وبيزعق لها شيانج وبيقول لها ازاي تعمل كده وازاي تيجي مكان زي ده، لا ده كمان لوحدها. فبتزعل شي منه جدا لانها اصلا كل اللي بتعمله في الاول والاخر كان عشان هو وبتزعق له. فبيهديها شيانج وبيقول لها انه مش قصده حاجه وانه بس كان خايف عليها مش اكتر، وبيتصالحوا. وفي المدرسه بنلاقي شيانج مع المدير والمدرس وبيعتذر لهم تاني عن اللي حصل، وبيطلب منهم فرصه تانيه علشان يثبت انه طالب كويس. فبيقرر المدير انه يسامحه، وبيدخلوا الفصل وبيقول المدير قدام الكل انه سامح شيانج خلاص وانه مستني منه حاجه تشرفه. فبيقول له شيانج انه هيذاكر وهيحضر باستمرار وانه هيبذل اقصى جهده علشان يطلع من الاوائل، وبيوعده بده. بيستهزأ وان بقى من كلام شيانج وبيقول له ان لو ده حصل هيلعب ضغط كل يوم حوالين المدرسه الصبح. فبيرد شيانج انه يجهز نفسه بقى لانه مش هينسى الكلام ده ابدا. وبعد ما بيخرج شي وشيانج من المدرسه بيتمشوا سوا، وبتقول له شي ان بسببه درجاتها في الرياضه بقت اعلى، وبتقول له كمان انه ممكن يسيب الشغل في المحل بتاع الانترنت اللي هو فيه ده ويتفرغ بقى للدروس ويشتغل كمدرس خاص احسن بكتير. بس هو بيرفض وبيسيبها وبيمشي. وهي بتروح وراه لحد شغله وبتسال عليه وبتلاقيه انه مش مجرد مكان للشغل بس، لا ده كمان واخد اوضه في المكان وعايش فيها. وفي المدرسه عند تشو صاحبه شي بتلاحظ ان شي صاحبتها متغيره وما عادتش بتقعد معاها كتير ولا بتحكي لها حاجه ولا بيسهروا سوا. وبتروح تشو تتكلم مع تشين زميلها وبيبقوا مش عارفين ليه شي متغيره
صغيره كده وبيقعدوا يفكروا سوا، وكمان تدريباتها كترت عن الاول ودرجاتها في الامتحان بقت احسن بمراحل. ولما ما بيوصلوش لحل بتقرر تشو انها تراقب شي، واثناء ما بتكون بتراقبها بيجي لشي رساله ان المدير بيكون قريب من المحل بتاع النت اللي بيشتغل فيه شيانج. ولما بتبص شي حواليها بتلاقيه فعلا وبتتصل بشيانج فورا عشان يلحق يستخبى. وبنلاقي تشين اللي بيساعد شيانج وبيستخبوا قبل ما المدير يشوفهم. وبعد ما المدير بيمشي بيشكر شيانج تشين لانه انقذه من المدير اللي اصلا بيكون ابوه تشين. بعد فتره بقى بتكون مده الامتحانات خلصت وبيروح وانا علشان يشوف النتيجه، وبيبص على نتيجه شيانج في الاول وبيستغرب جدا لان درجاته حلوه، فبيتضايق وبيروح على الفصل وبيقول للشيانج قدام الكل ان ده مش مجهوده وانه اكيد غاشش. فبيرد شيانج انه فاكر كويس انه قال له لو نجح هيعمل ضغط قدام المدرسه كلها، فبيقول له انه هيعمل كده فعلا لو اثبت له انه حل الاسئله بمجهوده، وده عن طريق انهم يكتبوا الاسئله وهو يحلهم قصادهم. فبتقوم شي وبتكتب الاسئله على السبوره وبيروح شيانج يجاوب عليها كلها صح. فبينزل وان وبينفذ كلامه قدام المدرسه كلها واللي بتبقى واقفه تتفرج عليه. وتاني يوم بيكون عندهم امتحان التربيه الرياضيه واللي بيكون عباره عن سباق، واللي هيكسب فيها هياخد درجات اعلى وطبعا هيتاهل للجامعه. وفي الوقت ده بتكون شي متوتره جدا وشيانج بيكون واقف متابعها، وبيبدا السباق وبتكسب شي وبتفرح جدا. وفي نفس الوقت بتلاقي تشو وان قاعد لوحده ومتضايق ومخنوق جدا، فبتروح تتكلم معاه وبيزعق لها جامد وبيسيبها وبيمشي. فبتشوفهم شي وبتاخد شو من ايديها وبتتكلم معاها وتراضيها. واثناء كلامهم بيجي وان وبيسمع كل حاجه وبيعرف انه غلط جامد، فبيقرر ان هو يعتذر لشيانج وتشو. وفعلا بيروح يكلم شيانج وبيصالحه وبيبعت جواب اعتذار لتشو. ولما تشو بتكون بتقرا الورقه بيشوفها المدرس وبياخدها هي وان وبيزعق لهم. وبالليل عند شي في البيت بيبقى معاها شيانج وبيذاكر لها كالعاده، بس بيقول لها انها اخر مره. فبتزعل شي وبتقول له ليه، فبيقول لها انها بقت كويسه جدا في الماده دلوقتي، وهو كمان مش عايز ياخد فلوس من اهلها خصوصا انها كده مش من حقه. ولما بيمشي وبتلاحظ مامتها ان بنتها اتعلقت بيه، بتدخل اوضتها وبتلاقي فيها رسومات كتير عنه وبتقطعهم قصادها، وبتزعق لها وبتقول لها انها مهمله وبدات تهمل دروسها اكتر من بعد ما عرفته. فبيدافع باباها عنها وبيتخانقوا سوا جامد وما بتقدرش شي تتحمل اكتر من كده، فبتعيط وبتسكتهم وبتوعد امها انها تركز وهتذاكر اكتر من كده. وتاني يوم بتكلم مامتها مدير المدرسه وبتقول له انه لازم يعاقب شيانج ويرفضه كمان من المدرسه لانه انتحل شخصيه مدرس. فبيفاجئها المدير وبيقول لها انه شيانج سحب ورقه من المدرسه اساسا. وعند شي بتروح مكان شغله وبيقولوا لها انه ساب الشغل لانه مسافر، وهو دلوقتي اصلا في الطريق للطياره لان ميعادها قرب قوي. فبتجري شي عشان تلحقه وهي خايفه انه يمشي بجد، وفعلا بتوصل عند الاتوبيس اللي هو فيه وبتشوفه وبتقول له انه ما ينفعش يسيب المدرسه وانه خلاص الامتحانات قربت، وانه وعدها انه يدخل. بس شيانج مش بيرد عليها وبيفضل يعتذر لها في سره، حتى لما بتطلب منه انه يفضل معاها بيتجاهلها ومش بيرد عليها. وبعد فتره عند شي في المدرسه بيكلمها المدرس وبيقول لها ان درجاتها قلت جدا ومستواها ما بقاش زي الاول، وبيقول لها اطمنوا عليها وبيقول لها كمان انها لازم تركز اكتر من كده عشان توصل للكليه. وبتعدي فتره الامتحانات على خير وبتنتهي السنه الدراسيه اخيرا، وبتكون شي في الحفله مع اصحابها بتوع الفصل. ولما بتخلص الحفله بتكون شي تعبانه جدا وبتمشي بسرعه، واثناء ما بتكون نازله على السلالم بتكون هتقع وفجاه بنلاقي شيانج ساندها وهي بتفكره خيال. تاني يوم بقى بتصحى شي من النوم وبتكون في سريرها وما بتكونش عارفه هل اللي حصل ده حقيقه ولا خيال ولا حلم ولا ايه. وبيجي اخيرا يوم النتيجه اللي بيبقى كلهم مستنيينه وبيكون كل الطلاب قلقانين ومتوترين جدا، وبتظهر النتيجه وبيفرح الكل وبيباركوا لبعض على دخولهم للجامعه اخيرا وان نتائجهم حلوه زي ما توقعوا. وبيبداوا كلهم يجهزوا نفسهم عشان الحياه الجامعيه. وبعد شويه وقت بقى بتروح شي مع زمايلها الجامعه لاول مره، واول ما بينزلوا من الاتوبيس بيشوفها طالب من الاتحاد وبيعجب بيها جدا، وبيحاول يتكلم معاها بغرض انه يساعدها ويقول لها انها لو حابه ممكن يوصلها للسكن بتاعها، بس هي بترفض وبتتخانق معاه وبتسيبه وبتمشي. بيروحوا بقى اوضتهم وبعد شويه بتجهز شي وتشو لان بيبقى في حفله لاستقبال طلبه الدفعه الجديده. واثناء طريقهم للحفله بتسيبها تشو لوحدها وبتقول لها تروح هي الحفله وهي هتروح الحمام وهتبقى تحصلها. وفي الوقت ده بيظهر الطالب اللي معجب بيها وبيحاول يكلمها تاني، بس هي بتصد وبتقول له يبعد عنها لانها كده كده اصلا مرتبطه فمش هيطلع منها بحاجه. وبعدها بيظهر شيانج فجاه وبتتصدم شي لما بتشوفه وبيقول لها شيانج انه عايز فرصه بس وانه محتاج يتكلم معاها، لكن هي بتبص له بحزن ومش بترضى تسمعه وبتسيبه وبتمشي. وفي الحفله بتجهز عشان تقدم الفقره بتاعتها وبيكون شيانج واقف بعيد وبيراقبها. وبعد ما الحفله بتخلص وبتكون شي راجعه للسكن بيجري وراها شيانج عشان تديله فرصه بس وتسمعه. فبتزقه شي وبتقول له انه اكتر شخص اناني هي شافته في حياتها لانه مشي ورفض حتى يرد عليها، وان الصحاب عمرهم ما بيعملوا كده مع بعض. بس هو بيقعد يفهمها قد ايه وقتها كان بيواجه مشاكل كبيره جدا مع عيلته، وانه تعب واجتهد كتير عشان بس يدخل الجامعه زي ما وعدها رغم كل اللي كان بيمر بيه. بس هي بتسيبه بقى لتاني مره وبتمشي. وبعد كام يوم بيتقابلوا تاني وبتكون شي قلقانه جدا على شيانج لما عرفت انه وقع في مشكله كبيره مع عيلته فعلا، وبتساله اذا كان كويس فبيقول لها انه كويس جدا وبيعتذر لها تاني انه مشي من غير ما يبرر لها. وبيقرروا انهم يرجعوا صحاب تاني بعد ما شي بتسامحه. وبيقول لها شيانج انه كان موجود يوم حفله التخرج فعلا وانه ما كانش تخيل ولا حلم. بعدها بقى بيكون شيانج قاعد مع جين في بيته وبيقرر انه هيسيبه ويروح سكن الجامعه
الجامعه يقعد فيه، وبيسال جين على البنت اللي بيحبها واللي بتكون شي اصلا بس هو ما بيعرفش. فبيطمنوا جين انه هيعترف لها في عيد ميلادها، وانها ما جاتش الميعاد اللي كان عازمها عليه، بس هيعمل لها مفاجاه لعيد ميلادها الجاي وهيعزم كل اصحابها ويعترف بحبه قدامهم كلهم. فبيشجعوا شيانج وبيتمنى له النجاح في خطته. وتاني يوم بيقابل جين شي وبيقول لها انه عيد ميلادها قرب وانه بينظم حفله كبيره جدا ومفاجاه هتعجبها ومش هتنسى اليوم ده. فبتشكره شي على اهتمامه وبتقول له انها لازم ترجع للسكن. يوم الحفله بقى الصبح الكل بيجهز عشان الحفله، وبيكون جين واقف مستني شي واصحابها بعربيته عشان يوصلوا. وفي الوقت ده بيشوفهم صاحب شيانج وبيجري يقول له على كل اللي شافه. وبيروح شيانج مكان الحفله بسرعه وبيبقى عايز يعمل اي حاجه علشان يمنع اللي جين هيعمله. فبيمسك اللاب بتاعه وبيهكر شاشه العرض قبل ما جين يعترف لشي بحبه، وبيكون شيانج هو اللي هيعترف بداله، وبيقول لها انه جاي في السكه. وبتقوم شي وهي محروجه جدا وبتقابل شيانج وهي خارجه، ولما بتساله عن اللي عمله ده وبتعرف انه اصلا عمل كده علشان يلحق جين مش عشان هو عايز يعمل كده، بتزعل وبتقول له انها مش لعبه ولا سباق زي ما هم مفكرين. وبيحاول شيانج يفهمها ان الموضوع مش كده، بس هي بترفض تسمعه وبتسيبه وبتمشي. وبعد كام يوم بيكون شيانج واقف معاها وبيصالحها وهي بتتصالح، وبيقرروا يقربوا تاني وتبقى علاقتهم حلوه سوا. وبعد وقت بتيجي واحده جديده للكليه وتبقى صاحبه شيانج القديمه، وبتشوفها شي وهي واقفه مع شيانج وبيضحكوا جامد وبيهزروا، وكمان بياخدها شيانج وبيخرجوا سوا. فبتتضايق شي جدا ومش بتقدر تكلمه بعد كده، وهو مش بيبقى فاهم ايه اللي حصل ولا هي مش بتكلمه ليه. وبعد كام يوم بتكون في رحله تبع الكليه وبيتفاجئ شيانج ان صاحبته القديمه طالعه معاهم، وبتيجي تقف جنبه قصاد شي وبتقعد تضحك وتهزر معاه، وشي بتتضايق. وبيروح شيانج يتكلم مع تشو عن شي وبيسالها هي ليه متضايقه منه كده بقالها فتره، لا وكمان بتتجاهله. فبتقول له تشو انها طبيعي هتعمل كده لان اعترف لها بحبه وتاني يوم راح يخرج مع واحده تانيه، وان علشان كده شي متضايقه منه. فبيروح شيانج للمكان اللي شي موجوده فيه علشان يفهمها كل حاجه، وبيقول لها انه بيحبها هي وان البنت دي ولا اي حاجه بالنسبه له، وانهم بس كانوا جيران زمان، يعني هي مجرد صديقه قديمه مش اكتر. فبتتفهم شي الموضوع بعد معاناه اخيرا وبيتصالحوا. بعد كده بيروح شيانج مع شي عشان يتفرجوا على السكن الجديد اللي هتنقل فيه شي، وبيعجبهم جدا وبيقعدوا سوا. وبيقول لها شيانج انه خايف عليها تقعد لوحدها وانه حابب ان هو يسكن معاها. فبتقول له لا طبعا لانهم اول سنه في الجامعه، وانها ممكن توافق انه يسكن معاها بس في اخر سنه، وبتسيبه عشان يخلص الشغل اللي وراه وبتدخل عشان تنام. وتاني يوم بتصحى تلاقيه سايب لها فلاشه وقايل لها تودي المشروع بتاعها لدكتور الجامعه لانه عنده مشوار مهم جدا. ولما بتروح شي عشان تدي المشروع للدكتور بيقول لها ان في مسابقه برمجه كبيره جدا وانه حابب شيانج يشترك فيها، وانه عايزها تكلمه وتقنعه لانها تبقى حاجه كويسه جدا بالنسبه له. وعند تشوف السكن بتكون معجبه بوان وبتحاول تكلمه وتقرب منه، بس هو مش بيكون عايزها ولا بيحبها ولا شايفها اصلا، ومش بيهتم بيها وبيتجاهلها هي وكلامها. بس هي تتخيل كلامه في دماغها ان هو بيقول لها ان هو كمان معجب بيها جدا. بتروح تشوف بقى تحكي كل حاجه لشي وبتقول لها ان وان معجب بيها زي ما هي معجبه بيه، بس بتقول لها شي ان ده مش صح وان هو ما قالهاش حاجه تاكد ده، وانها تخلي بالها من تصرفاتها معاه اكتر من كده. وبتروح شي تتكلم مع وان ابن عمها وبتقول له على تشوف، فبيقول لها انه حاسس ان هو معجب بيها وانه قرر ان هو يديها ويدي لنفسه فرصه علشان يحبها بجد. وعند شيانج في بيت شي بيكون بيعمل لها اكل وبتيجي شي وبيتكلموا سوا، واثناء ما بيتكلموا بيخبط وان ابن عمها على الباب، فبتقول له شي انه لازم يستخبى بسرعه، وفعلا بتخبيه في اوضه النوم وبتلم الشقه بسرعه وبتروح تفتح لوان، بس مش بتقدر تخليه يدخل وبتقول له يمشي من هنا. فبيزقها وبيقول لها انه مش هيمشي وبيدخل يدور في الشقه كلها بس مش بيلاقي اي حد. فبتزعله شي وبتمشيه من البيت، وبتجري تشوف شيانج فين وبيكون هو قاعد ورا شباك للبيت ناحيه الشارع، وانه طلع من الشباك علشان وان ما يشوفهوش وتحصل لها مشكله. بعد كده بقى بيدخل شيانج تاني وبيقعدوا يتكلموا وبيقول لها انهم لازم يقولوا للكل انهم مع بعض ومرتبطين. فبتقول له انها موافقه بس يستنى شويه وقت كمان. فبيوافق وبيقول لها انه هيرجع السكن بتاعه وبيقوم هو عشان يمشي. وبعد كده بنشوف جين قاعد في اوضته وبيفتكر شي وكل ذكرياته معاها ايام المدرسه، وانه كان مستني يدخلوا الجامعه سوا ويصارحها بحبه، لكن للاسف كل حاجه باظت. اما بقى تاني يوم في الجامعه بيكون جين واقف وبتيجي زميلته وبتقول له ان في حفله بالليل، وبتكون عايزاه معاها بس بتتكسف تقول له انها معجبه بيه وعايزاه هو اللي يروح معاها. وبيروح جين لشي اللي بيكون شيانج واقف معاها وبيقول لها جين انه عايزها معاه يوم الحفله. فبيقول له شيانج انهم مش فاضيين، فبيقول جين لشي انه بيحبها من زمان وانه عمره ما شاف نفسه اخوها زي ما هي بتقول، وبيطلب منها انها تلبس الهديه اللي جايبها لها في عيد ميلادها في الحفله دي، وبيمشي ويسيبهم. وتاني يوم بتروح شي تسال على شيانج اذا كان هيروح الحفله، فبيقول لها انه مش هيروح في حته وبيمشي من قصادها. ويوم الحفله بقى بيلبس جين وبيروح لشي قدام البيت علشان ياخدها، بس بتنزل له شي وبتكون مش جاهزه وبتقول له انها اسفه مش هتقدر تروح معاه، وبترجع له هديته وبتقول له انها مش محتاجاها وانها بتحب شيانج ومستحيل انها تحب غيره، وان هو بالنسبه لها اخوها الكبير مش اكتر. وفي الحفله بتروح تشو اللي بتتصدم لما بتشوف وان ان هو رايح الحفله مع بنت تانية، وانه كمان جايب لها هديه، وبتتضايق انه طلع مش معجب بيها زي ما هي كانت مفكره. واثناء ما بتكون واقفه مخنوقه بيجي جو صاحب شيانج وبيعرض عليها انهم يكملوا الحفله سوا، وبتوافق تشو وبتقوم تمشي معاه، وبيشوفهم وان وبيتضايق جدا
جدا مع ان المفروض ان هو مش بيحبها. وعند شي بنلاقيها راحت لشيانج للسكن بتاعه لانه بيكون مفكر انها راحت الحفله مع جين، وبيكون متضايق منها جدا وهي بتقول له انها رجعت لجين هديته وقالت له كمان انها بتحبه وانهم مع بعض ومرتبطين. فبيفرح شيانج من تصرفها وبيتصالحوا. وفي الوقت ده بيجي وان وبيقول لشي انها تكلم صاحبتها دلوقتي وتقول لها انه اسف وانه عايز يتكلم معاها ضروري، وبيكون خايف وزعلان ومتوتر من فكره انها راحت لواحد غيره. فبتزعله شي وبتقول له انه من الاول هو اللي غبي علشان عزم بنت تانية تروح معاه الحفله. فبيرد وان بزعل وتهديد انهم لو ما ساعدهوش يخليها تسمعه هيكلم مامة شي ويقول لها على علاقتهم وانها بتحب شيانج ويخرب الدنيا على الكل. فبيقرروا انهم يساعدوه غصب عنه. وتاني يوم بتكون تشوف مكان المسابقه وبيكون معاها جو، وبيروح وان عشان يتكلم معاها بس هي مش بترضى وجو بيزعق له وبيتخانق معاه وان وبيمشي. وتاني يوم واللي بيكون يوم مسابقه البرمجه بيكون الكل قاعد وبتكون شي خايفه جدا لحسن فريق شيانج يخسر، بس بيطمنها شيانج انهم هيكسبوا وبيكون الفريق المنافس لشيانج بقياده جين. وبيكون حاضر المسابقه رجل اعمال كبير جدا وبيروح يعرض على شيانج انه يشتغل في شركته بس بيرفض شيانج العرض. فبيروح نفس الراجل لجين وبيقول له انه لو كسب فريق شيانج هيشغله معاه في الشركه. وبتبدا المسابقه وبيبداوا اول جوله وبتبدا الثانيه والثالثه لحد ما بيخلص الوقت وبيستنوا النتيجه. وبعد فتره بيجي وقت اعلان النتيجه وبيكون الكل متوتر ومستنيها. وبياخد جين وفريقه المركز الثاني وطبعا كده بخ الوظيفه اللي رجل الاعمال قال له عليها. اما بقى طبعا المركز الاول فبيكون من حظه نصيب شيانج وفريقه وبيكون مبسوط جدا وبيطلعوا ويستلموا الجائزه بتاعتهم. وتاني يوم بيكون شيانج وشي قاعدين سوا في الحديقه وبيجي رجل الاعمال وحبيبته واللي بنعرف انها صاحبه شي وبيسلموا عليهم وبيعرضوا عليهم انهم يروحوا يتغدوا سوا. فبيوافق شي وشيانج وبيروحوا وبينزل الاكل وبيبداوا ياكلوا سوا. وبيفاتح رجل الاعمال شيانج للمره الثانيه انه يشتغل معاه لانه شاطر جدا في البرمجه وهو هيبقى محظوظ لو وافق، بس شيانج بيكون مش حابب الفكره وبيزهق جدا من كلامه وبيتضايق وبيقول لهم انه هيقوم يدخل الحمام. وبعد ما بيقوم بتتضايق شي جدا علشانه وبتقوم هي كمان وراه وبتقوم وراها صاحبتها بسرعه علشان تتكلم معاه وتصالحها. وبيدخلوا تاني للمطعم وبيقول شيانج انهم لازم يمشوا وبيسلموا عليهم وبياخد شي وبيمشي. وبيروحوا عند صاحبهم في مطعم تاني علشان يحتفلوا بفوز شيانج في المسابقه وبياكلوا معاهم وبيضحكوا سوا احتفالا بالفوز. وبنروح بقى عند جو وبنشوفها مع جو ووان في الشارع وبيكون الاتنين بيتخانقوا سوا عليها. فبيقول لها جو انها لازم تختار بينهم دلوقتي لان هما الاتنين بيحبوها وكده ما ينفعش. فبتختار تشو جو لان وان جرحها كتير وبياخدها جو وبيمشي وبيسيبوا وان وبيفضل وان حزين جدا بسبب اللي حصل. ولما بيرجع بالليل جو السكن بيتخانق وان جامد معاه وبيقول له ان خدها منه. فبيقول جو انه هيروح يقعد في بيت باباه وهيسيب السكن لحد ما وان يهدى وبيسيبه وبيمشي. وعند جين بيكون متضايق جدا من اللي شي عملته وانها فضلت شيانج عليه. فبيروح لمامتها وبيقول لها ان شي بتحب شيانج وانهم مرتبطين وانها ممكن تروح سكن شي وتشوف بنفسها. وفعلا بتروح الام لبنتها السكن وبتدخل وبتقعد تفتش على شيانج بس مش بتلاقي حد. فبتقعد وتقول لها تركز في مذاكرتها اكتر من كده وتروق المكان علشان جين جاي يتغدى معاهم النهارده. وبتستغرب شي جدا بس بتوافق. وبيجي جين وبيقعدوا سوا وبيتكلموا وبعدها بنعرف ان الام معجبه بجين كعريس لبنتها وعايزاهم يكونوا مع بعض. وبعد كام يوم بتيجي فتره الامتحانات بتاعه الجامعه وبتطلع شي من الامتحان وبيكون شيانج مستنيها علشان يطمن عليها. فبتقول له انها حست انها حلت وحش قوي فبيقعد يطمنها انها هتعدي وما تقلقش. وبعد ما بتخلص مده الامتحانات بتودع شي اصحابها وشيانج وبترجع مع مامتها البيت علشان تقضي الاجازه معاها. ولما بتدخل البيت بتتفاجئ بجين وعيلته عندهم في البيت وبتكون مامتها هي اللي عازماهم طبعا وكلنا عارفين ليه. وبتطلع اوضتها عشان تغير هدومها لما بتلاحظ ان مامتها عماله تتكلم في انهم يرتبطوا. وبتنزل بقى عشان تاكل معاهم وبتلاقيهم ما زالوا بيتكلموا عن موضوع جوازها من جين. فبتبدا تتعامل بقرف قصادهم وبتتصرف معاهم بطريقه وحشه وبتاكل بطريقه بشعه على اساس يعني يفهموا انها مش موافقه وكده ولا عايزاه. وبعد كده بقى بتخرج شي من البيت لانها اتخنقت وبيتصل شيانج في الوقت ده فبتقول له انها مخنوقه قوي وعايزه تقابله. وبيروح لها وبتحكي له كل اللي حصل فبياخدها وبيروح بيته علشان يتعشوا سوا وبيعرفها باهله وبيقعدوا ياكلوا سوا. وبتكون هي متوتره جدا لانها اول مره وانها كمان ما كانتش عامله حسابها ولا مرتبه لكده وبتحاول تتعامل معاهم حلو وتخليهم يحبوها. وبعد ما بيقعدوا وبيسهروا معاهم شويه بتقوم علشان تمشي وبتكون دي ليله راس السنه وبيكون اهلها مش في البيت وبيعرف وان انها لوحدها في البيت. فبيقول لاهله وبيروحوا يقعدوا معاها شويه علشان ما تبقاش لوحدها. وبعدين بيمشوا وبعد شويه بيعرف شيانج انها لوحدها فبيروح يحتفل معاها علشان ما تكونش لوحدها علشان مامتها وباباها خرجوا. وبعد شويه وقت وهم سوا بيجي باباها فجاه فبتخليه يجري يطلع فوق قبل ما باباها يشوف بس للاسف بينسى البلطو بتاعه على الكرسي وباباها بيشوفه وبيفكر ان الام بتخونه. فبينزل شيانج بسرعه وبيقول له انه بتاعه وبيعرفه بنفسه وانه حبيب شي وانهم مرتبطين. وبيقعد الاب يساله عن كل حاجه تخصه وبعدها بيلاحظ ان الاب بيحب الشطرنج فبيقترح يلعب معاه علشان يقدر يقرب منه. وبيقعدوا يلعبوا مع بعض فعلا وبيبقوا صحاب. واول ما بيمشي بتتكلم الام مع جوزها وبتقول له ان شي سقطت في الامتحانات وانها هترجع من سفرها مخصوص عشان تعرفها يعني ايه تسقط. وفعلا بترجع من سفرها عشان تعاقب شي وبتتاسف لها شي انها فشلت في اول سنه ليها. وبتقول لها الام انها عارفه انها
انها مرتبطه بشيانج وان السبب في فشلها، وبتتخانق معاها انها لازم تسيبه، وبتتخانق معاها شي لانها مش عاوزه تسيبه وعلشان كمان هي مش صغيره، وبتقول لها انها حره في اختيار حبيبها وانها مش هتسيبه، وبتعاقبها امها بالحبس في البيت. بتطلع بقى شي اوضتها وبتكلم شيانج اللي بيكون راجع السكن علشان عنده تدريب في شركه، وبتحكي له كل اللي حصل. وتاني يوم بيروح شيانج الشركه اللي هيتدرب فيها وبيخليه المدير يشتغل تحت منه على طول، وبيكون عاوز يثبت نفسه في الشركه وبيجتهد جدا وبيشتغل كتير، وبيفضل كمان وقت زياده بالليل عشان يقدر يخلص كل الشغل المطلوب منه. وبيدخل لصاحب الشركه وبيقول له انه خلص كل اللي مطلوب منه، وبيلاقيه واقف في مشروع صعب وبيقول له انه ممكن يساعده لو حابب، فبيوافق وبيخليه يساعده، وبيكون المدير معجب بيه جدا وبشطارته مع انه لسه طالب في الجامعه. وبعد ما بيخلصوا الشغل بيقول المدير للشانج انه عازمه على العشاء وبينزلوا مع بعض. وتاني يوم بتيجي شي وبتسيب شنطتها مع اصحابها وبتروح عشان تفاجئه انها رجعت، وبيخرج مع اصحابه بالليل وبتيجي شي عشان تفاجئه، وبعدها بتاخده وبتكون عامله له مفاجاه انها اخدت له سكن جديد وجهزته غير بتاع الجامعه، وبيتبسط شيانج جدا من اللي بتعمله علشانه. وعلى الناحيه التانيه بنشوف تشو قاعده مع جو بتاكل، وبيعمل لها جو رومانسي جدا علشان يخليها تحبه، لكنها ما بتقدرش وبتطلب منه انهم يسيبوا بعض، وبيوافق جو بيسيبها على راحتها وبيستأذن منها وبيمشي. وبيحصل بعدها مشكله في الشركه وبتتسرب شويه مشاريع منها، وبيعمل مدير بقى اجتماع وبيكون شيانج متهم ان هو اللي سربها وبيدافع عن نفسه، وبيقول ان المعلومات دي مش هو اللي مسربها، وبيصدق المدير وبيقول انهم هيدوروا لحد ما يعرفوا مين اللي عمل كده. وبعدها بيدخل صاحب الشركه وبيقول له انه محتاج يثبت براءته وان كل دي مؤامره ضده وانه لازم ما يستسلمش، وبيكون المدير مصدقه جدا، لكن شريكه بيصمم انه يطرد شيانج من الشركه لانه مش واثق فيه، فبيقرر المدير ان هو كمان يسيب الشركه ويقف جنب شيانج. بعدها بقى بيروح شيانج يقابل مدير الكليه بتاعته وبيشرح له اللي حصل وانه ما عملش اي حاجه، وبيتاسف له انه تسبب في مشاكل للكليه. وبعدها بيجي كل اساتذته واصحابه وبيقولوا له انهم هيفضلوا معاه ووراه لحد ما يثبت براءته وانهم مش هيسيبوه. وفي الشركه بيروح يقابل شيانج مديره وبيعرف ان الشركه رفعت عليه قضايا، وبيقول للمدير انه هيكون معاه وهيقف جنبه ومش هيسيبه غير لما يثبت براءته لانه واثق فيه. ولما بيبقى قاعد معاه بتكلمه مامة شي وبتقول له انها عايزه تقابله بخصوص موضوع مهم، فبيستأذن من مديره وبيمشي وبيروح لها يقابلها، وبتقول له انه مش مناسب ليها ولا لعيلتهم وانه لازم يسيبها ويبعد عنها. وبعدها بقى بيرجع البيت يلم حاجته، وبترجع شي بتسأله رايح فين، فبيقول لها انه عنده رحله شغل وبيودعها وبيمشي. وبعد ما بيمشي بشويه بيكلمها ابوها وبيقول لها على كل حاجه امها عملتها وعن اللي قالته للشيانج، وانها اجبرته ان هو يسيبها، وبتقعد تعيط لانها بتحس ان هو مضغوط جدا لانه عنده مشاكل كتير جدا. وبيرجع للبيت وبتحضنه وتعيط لانها كانت فاكراه مش هيرجع تاني، وبيقعدوا يتكلموا ويطمنها وبتساله على مشكلته، وبيقول لها انها خلاص اتحلت لكن هو مش هيقدر يحكي اي حاجه دلوقتي، وانها تعرف كل حاجه الصبح وهو كمان هيبقى يحكي لها. والصبح بدري بقى بيوريها الخبر اللي بيثبت براءته. عند وان بقى بيكون متضايق جدا لحد ما بيعرف ان جو وتشو سابوا بعض، فبيروح لها عند السكن بتاعها علشان توافق ترتبط بيه، وبيزعق علشان تنزل له وبتنزل له، وبيقول لها انه بيحبها ومش هيقدر يبعد عنها، وبتوافق تشو بيه وبيرتبطوا. وبعد فتره بقى وبعد ما بيوصلوا لثالثه جامعه بيكون شيانج قاعد مع شي وبيقول لها انه عايز يعمل شركته الخاصه، فبتشجعه شي جدا وبتقول له انه احسن قرار ممكن ياخده، وبيأجروا مكان للشركه علشان يبتدوا شغل. وبتكون شي بتساعده وبيفتتحوا الشركه وهم معاهم كل اصحابهم، وبتكون شي مبسوطه وفخوره بيه جدا، وبيقدموا على اول مشروع ليهم وبيبتدوا شغله بجد، وبيخرجوا يحتفلوا بعدها بسبب نجاحهم. وبعد فتره بيتعاقدوا مع شركه كبيره جدا، بس للاسف بتحصل مشكله في البرنامج، وبتحصل مشكله مع الشركه اللي متعاقدين معاها، وبيقعدوا مع بعض يفكروا في حل للمشكله اللي هم فيها، وبيحاولوا يصلحوا البرنامج بتاعهم. بس بعد مده بيفقد شيانج الامل وبيقول لصاحبه انه خلاص هيقفل الشركه، بس كلهم بيتخانقوا معاه وبيرفضوا قراره وبيسيبوه وبيمشوا. بيكون بقى هو زعلان جدا، بس بتقعد شي معاه وبتقول له ان كل حاجه هتتحل، وبيفضلوا سوا في الشركه يتكلموا وبتحاول تهديه لانها عايزاه يرجع في قراره عن بيع الشركه او قفلها. وبعدها بيقول لها انه هيروح يقابل صاحب شركه تانية ويشرح له مشروع وان هو ممكن يساعده فيه، وانه يقدر وقتها بقى ينقذ شركته الخاصه. وبينجح فعلا انه يقنعه ويستثمر معاه في شركته، وبيروح يفرح اصحابه بالخبر ده وانهم كمان هيكملوا شغل عادي، وبيتبسط الكل جدا منه وبيكونوا فخورين بيه. وبعد شويه وقت شي مامتها بتجبرها انها تروح تقدم على طلب انها تكمل دراسه بره، اضطر شي تعمل كده وتوافق على كلام امها، بس طبعا بتكون مخبيه على شيانج ومتضايقه جدا، وبتخليه في يوم ينزل لشغله، وبعدها بتروح تاخد شنطتها وتروح له الاجتماع علشان تكون معاه، وبتمشي بعدها. وبعد ما بيخلص بيعرف انها مسافره، فبيروح لها بسرعه وفعلا بيلحقها وبيقول لها انه مش زعلان وانها لازم تسافر عشان ده مستقبلها، وان هو بيحبها ومش هينساها، وانها تخلص دراستها وترجع له، وبيقول لها كمان انه هيستناها. وبعد مرور سنتين بيكون شيانج مستني رجوعها اللي قرب جدا لانها بتكلمه دايما وهو عارف اخبارها، وبيكون بقى هو ناجح جدا في شغله وشركته بتكبر. وبترجع شي وبتكون مش قايله له عشان تعملها له مفاجاه، وبيتبسط جدا برجوعها. وعند تشو وان بتكون تشو حامل بعد ما اتجوزت هي وان اخيرا، وبتبلغ شي الخبر وبتتبسط جدا شي وبتبارك لهم. بعدها بيروح شيانج علشان يطلب ايد شي من مامتها وباباها، وبيوافقوا وبيروحوا يسجلوا الجواز. وبعدها
وبعدها بيجهزوا للفرح وبيعملوا مراسم الجواز وبعدها بيعملوا احتفال كبير وبيخلوا كل اللي يجي الفرح يلبس لبس مدرسة الثانوي علشان ده المكان اللي عرفوا وحبوا فيه بعض. وفي الفرح بتحصل مشكلة في البرنامج بتاعهم فبيسيبوا الفرح وبيقعدوا كلهم يحلوها وبعد ما بيخلصوا بيكملوا الفرح عادي جدا وبيخلص مسلسلنا هنا. سلام.